هلا والله بطلبة السادس الأبطال، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله يا رب الكل بخير. طبعا رجعت وياكم بفيديو جديد اللي بعد انقطاع دام 3 شهور تقريبا، وأكيد بسبب تراكمات الطب وأيضا إنه الدعم القليل، بحيث ما يخليني أفضل أصور فيديو على دراستي. تمام، بس إن شاء الله اليوم لأن موضوع مهم وتساؤل يدور في بال أغلب طلبة السادس حاليا، اللي هو نصف السنة. ما أعرف ليش مطية هذا الحجم الكبير، بس ان شاء الله من خلال هذا الفيديو راح تعرف هواي امور عن نصف السنة. تمام. طبعا اغلب التساؤلات، واول تساؤل يدور في بال طالب السادس حاليا: هل درجة نصف السنة المقياس الوزاري؟ يعني انا حصلت 60 او بالسبعينات، هل بالوزارة راح تجيني 60 او سبعينات او ممكن ارسب؟ اقول لك الجواب طبعا لا. زين، شو الاسباب اللي ممكن ما اعتبر يعني انا اذا اريد احللها، شنو هاي الاسباب اللي تخلي انه درجه نصف السنه مو مقياس الوزاري؟ اقول لك اول سبب انه الفتره اللي قبل الامتحانات مال نصف السنه ممكن يعني نعطوكم اسبوع تقعدون بيها، تقعدون تدرسون. زين، انت عندك 6 مواد او 7 مواد، برايك هل ممكن باسبوع تراجعهن؟ اكيد لا. هل انت بهذا الاسبوع راح تعطي كل ماده حقها؟ اكيد لا. ناهيك عن انه بامتحان نصف السنة يجيك المدرس يحب يتفيك براس الطالب، وبالاخص المدرسات، ما اعرف ليش، بالاخص المدرسات وما اعرف ليش. في المهم، يجيك بيجيب لك اسئله اثرائيه مو يم الوزاري، ولا تجي وزاري، ولا يم اسئله الكتاب اصلا. تمام. طبعا هي مو الكل، خوش، يعني مو كل المدرسين لا، بس الاغلبيه يجيب لك اسئله اثرائيه. زين، بهاي الحاله خلي ببالك انه السؤال الاثرائي اذا ما حليته لا تحتسب درجته. شلون يعني؟ يعني فرضا انت امتحنت من 100 وجاب لك سؤال اثرائي عليه 20 درجه فرضا، يعني على فرعين 20 درجه، المهم مجموعهن 20 درجه. زين، انا بهاي الحاله احسب امتحان من 80، ما احسب امتحان من 100. تمام، يعني اتجنب حساب السؤال الاثرائي. ليش؟ لان هو اصلا بالوزاري ما راح يجيك. بالوزاري راح يجيك عبارة عن الأسئلة الموجودة بالكتاب، سواء أسئلة أو أمثلة أو تمارين، بالإضافة إلى أسئلة وزارية مكررة مسبقا. تمام. فإذا أي سؤال إثرائي ما أعتقد يجي، وإذا يجي يعني نسبة 10 درجات من 140 أو 130. تمام، 10 درجات مو أكثر. خوش، هذا أول سبب، قلنا والأسئلة مال المدرس. السبب الثاني إنه أنت قبل الامتحان الوزاري راح يعطوك 3 شهور، وبهاي 3 شهور راح تعيد وتسقل بالمادة. تعيد وتسقل بالمادة. فكيف من الممكن انه تقارن هاي العادة والاستقلال مثل ما نقول بالمادة بنصف السنة اللي قرأتها مرة واحدة؟ تمام، اتمنى يعني تكون واضحة الفكرة، انه انت بنصف السنة راح تقرأها مرة واحدة، بينما قبل امتحان الوزارة المادة راح يعني تعيدها وتسقل بيها. تمام. هذين اهم سببين رئيسيا انه يخلني ما اعتمد، يعني ما اقول انه نصف السنه مقياس الوزاري. وانطيكم يعني كمثال انه انا صاحبي اعرفه، يعني كان درجاته بالستينات، وايضا الامتحانات الشهريه يعني مرات يسلم الورقه فارغه، يقول بدل ما احصل 25% احصل صفر احسن. تمام، ما اريد هاي ال 25. والله يعني هيك يفكر. اتفاجئ بالوزاري انه طلعت درجات تلقاه معدله بال90، اعتقد 92 او 91. المهم، فاذا نهائيا ما ممكن تعتمد انه درجه نصف السنه مقياس الوزاري. زين، اذا تسالنا المعدل بالامتحانات نصف السنه، فاقول لكم بصراحه يعني اتوقع كان 97. تمام. زين، شنو فائده الامتحان نصف السنه؟ اوكي، هسه عرفنا انه درجته مو مقياس. زين، شنو فائده العد؟ اني من امتحن نصف السنه، شنو الفائده؟ شنو اللي راح احصله؟ الجواب انه هاي راح تهيئك، نصف السنه الامتحان راح يهيئك المن للوزاري. من ناحيه شنو؟ من ناحيه الوقت، يعني انت راح تقعد 3 ساعات على الرحله، يعني كوقت مقرر، بنفس الحال انه بالوزاري تقعد 3 ساعات على الرحله. تمام. هاي من هاي الناحيه، من ناحيه الوقت. الناحيه الثانيه من ناحيه التغلب على الخوف والتوتر. تمام. ليش؟ لان الخوف والتوتر
بنصف السنة اكيد يعني كل خوف وكل توتر راح ينسيك، يعني يصعب الاستذكار عليك. تمام. والشغلة الثانية الفائدة من نصف السنة حتى تضبط اول افصل. والسبب زين اول افصل دائما امتحان نصف السنة اعتقد يعني 3 أو 4 افصل، يعني مثلا رياضيات او كيمياء او فيزياء 3 افصل او 4 المفروض. اما مدرسين او مدارس لا، ممكن يعطيك نسبة اكثر او ممكن نسبة اقل. تمام. اللي ممكن يستوعبها الطالب ويمتحن بيها هي اول 3 افصل. زين الغاية من هاي الشغلة انه بالوزاري هذين 3 افصل خلي ببالك تقريبا يعني عليها 60 الى 70 درجة، 60 الى 70 درجة. فالغاية الرئيسية من تمتحن نصف السنة انه حتى تضبط ذن 3 افصل. تمام. ذن 3 افصل اللي محددات الك، يعني 3 افصل لازم تضبطهن. تمام. ليش؟ لان عليهن درجة اكثر بالوزاري، اكثر يعني الدرجات عليهن على 3 افصل. والشغلة الثانية حتى من تكمل نصف السنة، حتى من تكمل يعني امتحان نصف السنة والفترة اللي بعد امتحان نصف السنة مو تبدي مراجعة، حتى تبدي تكمل من ما وقفت. يعني انت مثلا انا مضبط اول فصلين وامتحنت بيهن، زين من تكمل نصف السنة تبدي تبلش فصل الثاني فصل الثالث رابع والى اخره. تمام. يعني تبلش من النقطة اللي وقفت يمها. انت مكمل فصلين تكمل من الفصل الثالث فما فوق، مكمل 4 افصل بس شرط مضبطهن، بلش من الفصل الرابع فما فوق. يعني الفائدة من امتحان نصف السنة انه حتى اضبط اول افصل. تمام. حتى بعدين اكمل من النقطة اللي وقفت بيها. وايضا لكون انه هنا ذن الافصل الثلاثة عليهن اكبر نسبة من اكبر نسبة من الدرجات في الامتحان الوزاري. على سبيل المثال عندك الاستفهام والنفي، يعني ذني كمواضيع يعني كلش مهمات وعلى نسبة كلش كبيرة. او اذا تروح الفصل الثالث بكل المواد تلقى دائما عليه كمية كبيرة من الدرجات، ناهيك عن كمية الدرجات اللي تجي على الفصل الاول والثاني. تمام. فجدا ضروري تضبطهن. زين لو كنت دارس نصف المادة داخله في الامتحان شنو اسوي؟ يعني انا عندي امتحان فيزياء 4 افصل وانا اللي دارس هنا بس فصلين. بهاي الحالة ايش راح اسوي؟ انه اروح اقرا الثالث والرابع يعني اتلاحقهن حتى امتحن بيهن؟ لو شو اسوي؟ اقول لك لا، هاي الشغله لا تسويها. زين ليش دكتور؟ اقول لك ببساطه هسه عندك فرضا عندك بعد اسبوع قبل الامتحانات، خوش من راح تروح تقرا الفصل الثالث والرابع وانت مقاريهن مسبقا، برايك راح تضبطهن؟ تقول لي لا بس حتى احصل بيهن درجه. اقول لك اوقف هنا. ترى الاهميه من امتحان نصف السنه انه مو تحصل درجه، الاهميه انه انت اللي ماده مضبطها، يعني الماده اللي قاريها انت يعني فصلين او 3 المفروض تضبطها تمام. هاي الاهميه، مو والله مدخل لي 4 افصل لازم اروح اقراهن كلهن واحصل 100 او بال90. لا هاي المفهوم خاطئ. يعني انت هسه المفروض من انه انت عندك 4 افصل امتحان وتقارير بس 2، مو تروح تقرا لي الفصلين الثانيات قبل اسبوع. ليش؟ لان انت راح تضيع عليهن وقت وما راح تضبطهن، بحيث من راح تجي ورا نصف السنه راح تقول ها والله انا ما ضبطنا الفصلين، قريتهن قبل الامتحانات باسبوع بس حتى احصل درجات ما مضبطهن. وش راح تسوي؟ راح ترجع تقراها من جديد، فباعتبار انه ذاك الدراسه اللي قريتها قبل راحت بالشط، يعني عندنا الفصل اللي قريته باسبوع راح بالشط. تمام. فاذا هاي الخطوه لا تسويها. زين شنو ممكن اسوي؟ اقول لك تدرس الفصل اللي قاريهن وتضبطهن. خوش حكي كملتهن وبعد عندي زاد وقت واريد يعني احصل درجه زينه، اقول لك تروح على الاسئله موجوده بنهايه الفصل بس تقراهن وتشوف حلهن. يعني تروح على اسئله الفصل الثالث والرابع تقراهن وتشوف حلهن شنو. تمام. حتى شويه يعني تضمن لك درجه شويه. تمام. ولكن نهائيا انه ما تروح تسوي هاي الخطوه انه انت قارئ فصلين وبعد لك فصلين وعندك قبل الامتحانات يعني اسبوع وتروح تدرس هندني، لا راح تضيع بيهن بس وقت. وهاي الماده واحده، يعني الماده واحده، فكيف لو مثلا بالرياضيات ايضا عندك قارن نصف الماده الداخله، او بالعربي قارن نصف الماده الداخله.
فعلى يوم مادة راح تقراها، يعني بهالاسبوع يوم مادة راح تلحق تقرا بقية الأفصل اللي ما قاريهن. تمام. فأتمنى انك تبتعد عن هذا الشيء، لكون انه صح ممكن تحصل لك درجات، ولكن الوقت اللي قريت بيه هذا راح ترجع تعيده ورا مادة نصف السنة، فباعتبار انت ما سويت شيء نهائيا. تمام. زين، شنو افضل طريقة حل بدون ما انسى فرع من الاسئلة؟ افضل طريقة انا شارحها او ناشرها في فيديو مسبقا، شلون تحل طريق الاسئلة الوزارية، هو نفس الشيء ينطبق على اسئلة نصف السنة. يعني خلي ببالك اي مادة باستثناء العربي، بس خلي الاستثناء للعربي. تمام. واللغة الانجليزية، استثناء العرب واللغة الانجليزية، اي مادة تريد تحلها تبلش من البداية. السؤال الاول فرع اليف، يعني انت نهائيا لا تقرأ الاسئلة بالكامل، وانا هاي النصيحة يعني منطيها للطلاب، وحاليا يعني هم طلاب طب او طلاب اسنان ايضا. تمام. نهائيا لا تقرأ الاسئلة بشكل كامل، وانا موضح السبب. تمام. الفيديو. زين، شلون بعد ممكن احل؟ تحل الفرع الاول من السؤال الاول، بعد ذلك تحل فرع باء من السؤال الاول، كملت الف وباء، تراجعهم حتى تتاكد انه انت ما ناسي. يعني مثلا الفرع الالف تلقى مثلا ب4 تعاريف، ممكن كاتب 3 وناسي واحد بعدين، فش تسوي؟ تراجعهن الف وباء حتى تضبطهن. كملت السؤال الاول، انزل دفتر الامتحان على السؤال الثاني، احل الف، حليت الف، انزل الدفتر على السؤال الثاني باء، حليت باء، كملتهن، اراجع الف وباء. بهالحاله انت ضمنت انه ما تقرا الاسئله بشكل تام. ليش؟ لان اذا شفت سؤال ما تعرف جوابه راح يبقى يدور ببالك طول فتره الامتحان، فراح يشتت تركيزك. والشغله الثانيه، ضمنت انه انت ما نسيت اي فرع، ولا نسيت شيء من ضمن الفرع، مثلا كتعريف او تعليل. تمام. هاي الطريقه اتبعها دائما سواء هسه او بالكليه. زين، السؤال الخامس، اراجع قبل الامتحان. يعني اوكي، انا عندي امتحان احياء واريد يعني قاعد ساعه بال5 الصبح، فرضا اريد اراجع، ممكن اراجع؟ اقول لك اكيد وطبعا. انا بالنسبه لي الى الان ماكو امتحان داخله اذا ما مراجع. تمام. يعني حتى من اروح الكليه، الفتره اللي قبل الكليه اقعد اراجع بيها، بس ركز، دا اقول اراجع بيها مو اقرا شيء جديد. فرق بين هاي، اراجع بيها يعني انا الماده قاريها مسبقا ودارسها وفاهمها واجي اراجعها، مو اروح ادرس ماده مثلا هسه مثل ما قلت لك انت ما ملحق، بعد لك فصلين لان ما قاريهن، مو تروح بهاي الفتره تحاول تقرا من عندهن. يعني بهاي الفتره اللي قبل الامتحان اللي هي مثلا ساعتين او نص ساعه، مو تروح تحاول تقرا انه هذا اللي جزء من الفصلين اللي انت ما دارسن اصلا. لا تحاول هاي الشغله. اللي تقراه اللي تراجع اللي قاريه مسبقا. تمام. هاي يعني بالنسبه لي والراي. ممكن يعني البعض يتناقض وياي بهالموضوع فاقول له هذا الشيء عادي لك، بس انا بالنسبه لي هاي الطريقه متبعها ونهائيا ما مأثر علي لحد الان. تمام. انه تراجع الشيء اللي دارسه مسبقا. زين، النوم واللي هو الموضوع الرئيسي. يعني انت كطالب قاعد من الصبح، والله شو تسوي حتى قاعد اقرا؟ زين، دائما خلي ببالك انه المعلومات او اللي دا تدرسهن واللي دا تاخذهن ما ممكن ينخزن اذا ما تنام. شلون يعني؟ يعني فرضا هسلو، وطبعا النوم يعني ثابت. شلون يعني النوم ثابت؟ مو نوم متقطع. اعطيك مثالين، واحد ينام ساعتين والاخر ينام 3 ساعات. شنو الفرق بيناتهم؟ اللي ينام ساعتين ينام بشكل ثابت، يعني مو متقاطع، يعني مو كل ساعه يفز ويقعد. تمام. لو مخلي منبه والله انام ساعه واقعد، دق المنبه سده ورجع نام. لا، وانما نوم ثابت يعني ساعتين. وتروح للي ينام 3 ساعات بس شنو بنوم متقطع، يعني كل ساعه دق المنبه، قعد شاف والله خل ارجع انام، سده، رجع، همات دق المنبه، همات رجع سده، المهم كمل 3 ساعات.
برأيكم من اللي راح يستفاد أكثر؟ أكيد اللي راح يستفاد هو بالساعتين. تمام. فإذا النوم كلش ضروري. يعني الطالب اللي يروح يقعد لي من الساعة مثلا 12 بالليل يقعد يقرأ 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 ويروح الامتحان ما نايم، هذا يعني موضوع كلش 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 خاطئ. المفروض تنام. ليش؟ لأن هو النوم اللي راح يساعد الدماغ انه يعيد تخزين المعلومات وكذا. تمام. ما اريد يعني اتفلسف براسكم، بس مهم يعني تخلي بالك موضوع النوم حتى لو 3 ساعات او 4 ساعات. تمام شباب؟ اذا عندكم اي سؤال او استفسار كتبوا لي بالتعليقات. تمام. اتمنى تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو، واتمنى يوصل لاكبر عدد ممكن من طلبة السادس، سواء اصدقائكم او قرايبكم، حتى يعرفون هو شنو نصف السنة وشنو الفائدة منه. خلي ببالك خلي ببالك كل شيء يمحى من تدخل وزاري. يعني الوزارة هو امتحانك رقم 100. امتحانك رقم 100 هو الفاصل بين مستقبلك، هو اللي يحدد مستقبلك. الامتحان الوزاري مو امتحان نصف السنة ولا الامتحانات الشهرية. تمام. هذين جميع من الاختبارات 99 اختبار، تمام، هن مجرد تهيئة لك حتى تتعلم من أخطائك. الفاصل هو الوزاري. اللي راح يقرر دخولك لأي كلية هو الوزاري، مو نصف السنة. إذا تحصل 50 تحصل بال60 نهائيا لا تقلق، لأن عندك وراها فترة مراجعة 3 أشهر، مادة تعيدها وتسقلها، فضلا عن الأسئلة اللي يجيبها المدرس اللي تكون إثرائية. فيعني لا تعتمد نهائيا على درجة نصف السنة. اللي يريد منك بس تدخل وزاري. تمام. حتى لو بال50 أو بال60 عادي، ماكو أي إشكال. وأنا أعطيتكم أبسط مثال إنه صديق اللي كان وياي. تمام. المهم أتمنى تكونوا استفادتوا ودمتم سالمين، وإلى اللقاء.